السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، ولا يسوق الخير إلا الله. بسم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والتابعين وإحسانا إلى يوم الدين. يومكم طيب ويومكم مبروك وعدوكم مهلوك يا رب العالمين. قبل ما نبدو في شيء حابين ننصحوا به هلنا من الناس المرضى سواء في الأورام السرطانية، سواء عافانا وعافاكم الله الخبيث أو السرطان بمعنى صح. قبل ما نبدو هذه نصيحة لكل الأحباب والأصحاب، وإذا في شخص يبي سي في أو رسالة أو شيء للشيء اللي نبو نحكوه، ونسأل الله أن يشفي الجميع. أي واحد عنده عزيز وغالي مريض بأي مرض سرطاني سواء خبيث أو سرطان، نسأل الله العلي القدير أن يشفيه. وفي مرض وفي دواء دا جربوه ناس واجدة وما يستحقش كيماوي، يستحق شيء واحد. في نظام اسمه نظام الكيتو اللي هو الصيام المتقطع، والميزة اللي فيه الصيام المتقطع إذا تواصل المريض 6 شهور ويستعمل نظام الكيتو الغذائي اللي هي وجبة واحدة صيام متقطع، حيقتل الخلايا السرطانية، ونسأل الله أنه حيكون شفاء له بإذن السميع العليم. بارك الله فيك ولد العم أيمن، حياك الله ولد سيدي، وبارك الله فيك، حياك الله وبياك نائبنا الغالي، لك وحشة. بارك الله فيك، جزاك الله الخير، بارك الله فيك، والتوفيق إلا من عند الله. وكل عام وانتم بخير بمناسبة عاشوراء، إن شاء الله كليتوا فول وحمص، لكن ما تكتروش. ومرة ثانية كلموا حبايبكم الفول ولا الحمص ديروا له شوي كمون باش ما يديرش انتفاخ في البطن. معلومة صحيح، معلومة طبية لا أكثر ولا أقل. العنوان، أنا كتبت في العنوان تاورغة قنطرة فعابروها ولا تعمروها، فاعبروها ولا تعمروها. لكن العنوان الحقيقي لقضية تاورغة إلى أين؟ تاورغة إلى أين؟ هل قبضت الثمن أو المشتري لم يسلم باقي المبلغ إلى الآن؟ وهذين في نقاط عدة، عندي 4 نقاط. النقطة الأولى، بارك الله فيك، جزاك الله الخير نائبنا الغالي، حياك الله وبياك، بارك الله فيك. النقطة الأولى عن رئيس المجلس المحلي وقصة الجوازات. النقطة الثانية الجمعية الليبية للطيور. النقطة الثالثة وزارة الإسكان والتعمير. النقطة الرابعة الخبير الإيطالي. وفي نقطة خامسة لعامة الشعب ونصيحة لله عز وجل. بصراحة بالنسبة لنقطة المجلس المحلي، سامحوني ممكن أنا دائما نطول، لكن إن شاء الله تكون فيها فائدة وبارك الله فيكم. بالنسبة لرئيس مجلس المحلي، أولا حنبدو خطوة خطوة على قصة فتح الجوازات. يعلم الله ويشهد الله إني ما نبي إلا العمار لهنا، لكن الجماعة يستعملوا في خطط البايسكت بول اللي هي كرة السلة، وهذه الخطة اللي دارها رئيس المجلس المحلي. كل هالأمور اللي تحقوا فين في فتح التجاوزات، وحتسمعوا الأيام الجاية حيفتحوا حتى البنك، المصرف، مانيش عارف الام بي سي الان بي سي او مصرف تجاري، مانيش عارف، في مصرف مازال ما فتحوش. ونصيحة في الله مرة تانية، لما تبي تفتح مصرف، اي نعم وري مبنى الإدارة، وري الإعاشة، وري الصالة، لكن ما توريش الخزنة. انت لما وريت الخزنة تقول بتاع توروا في السراق قام تجي يسرق، كانوا فتحوا المصرف وجابوا فلوس. عمري ما ريت في اي مصرف في العالم، وحتى في ليبيا لما يفتحوا مصرف عمرهم يوروا
الخزنة كم وسعها وكم كبرها وشم بابها، تقول توتوا في الحرايمي أمتى بيجي. حياك الله، بارك الله فيك، جزاك الله كل خير سيادة النائب. لكن نبو نحكوا على رئيس المجلس المحلي. أولا الفترة اللي فاتت لما طلعوا شباب الحراك وطالبوا بتغيير مدة 30 يوم وما صار شيء، وبعدها قالوا رئيس المجلس المحلي مريض وقاعد في تونس. أي نعم، هو كان في تونس صح، لكن بعد تونس كان عنده مكان آخر. وبنقول كلمة توا لكل الأحباب والأصحاب، أرجوكم رجاء خاص. أنا لما ننتقد شخص في حد ذاته دائما نقول فيها، يعني أرجوكم سواء انتقدت أي شخص اليوم فتني من تعصب. إذا مش عاجبك كلامي ولا مثلا الشخص اللي حكيت عليه لكي خالك عمك مش عارف شنو، يا ودي في نقطة اسمها في حاجة دير لي بلوك ولا امسحني، لكن شنو بنقولوا كلمة الحق يا خالي متغطي بها عريان. المهم رئيس المجلس المحلي قالوا مريض، باه تمام، مشيت تونس. من تونس وين عدى؟ النقطة الثانية، من تونس عدى للجزائر، وفي الجزائر غادي تلاقى مع شخص يعتبر ضابط من تورغة وساكن في بنغازي، وتلاقوا غادي وداروا لعبة كبيرة، واللعبة الكبيرة في مبلغ وقدره مبلغ واللي طلع لهم المبلغ حصل 30 مليون. هذه حقيقة أهل تورغة في اللي دروحهم يجروا عليه قلبهم على تورغة، سواء رئيس المجلس المحلي وسواء الضابط اللي ممكن جل أهالي تورغة اللي ساكنين في بنغازي يعرفوا الشخص هذا ودروح يشهد له بالخير وهم عارفين. احنا مشكلتنا ديما نغطوا على بعضنا، وانا والله العظيم دائما نقول فيها لو نسمع اباتي ولا عمي ولا خالي سراق والله ينفضح. احنا تربينا على العفة وعلى العصر فقط لا غير. ولهذا رئيس المجلس المحلي مشى ودروحه مشى تونس، وبعد 30 يوم ما صار شيء. وبعدها صارت قصة تانية، قصة ان يبوا غيروا المجلس الاجتماعي برئاسة الأستاذ منصور القنطري، وما صار شيء، وقعدوا في هرج ومرج، وحقيتوا بدأت الفتنة في الوسائل التواصل الاجتماعي. بعدها في يوم وليلة في ناس من أهالي تورغة ما همش راضيين جميع اللحمات وداروا بيان. البيان كان فيه خطأ. ما هو الخطأ؟ أنت يا أخي لما تبي تطلع بيان والرئيس السابق ما باش يسلم لك الختم، مفروض أنت استنجدت بقبائل المنطقة الشرقية أو الغربية بمعنى صح، رقيت للجبل، رقيت للزنتان وغريان وبن وليد، ومشيت للعجلات وصبرات وصرمان ويفرن، وخديت من كل واحد، كلكم عندكم احباب اصحاب، خديتوا نفرين ثلاثه وشلتوهم معاكم التورغه ودرتوا بيان وحاصرتوهم، وخديت ورقه رابحه وسميته رئيس المجلس اللي يتكون من 3 لحمات يقود بتورغه من جديد، وصلى الله وبارك. لكن انتم طلعتوا فوجة بيبسي تغنوا قبل الغناوه. جت ردة الفعل من الأستاذ منصور القنطري في بيان عن الميثاق، وأي واحد يتعرض ولا يختش ولا يدير أي لقطة ولا يحط أي شيخ ضروري يرجع للميثاق. بعدها صارت ردة فعل قوية. شن هي؟ باش نثبت أنا حكم الاستبداد أو التحكم أو السيطرة اللي صايرة. جاء رئيس المجلس المحلي دروحة فتح مبنى الجوازات، ومن حق في الناس. انا والله قلت لكم ماني حاسد واحد بصراحه، لكن حق ما شاء الله يبارك كلام طيب دا معاك انا، لكن نبي نوقفكم بس نرجع شويه للموضوع هذا. يا جماعه الخير، في شهر رمضان المبارك مبنى الجوازات كان واتي، وكان رئيس المجلس المحلي هو الحاج عبد الرحمن الشكشاك كان مقمعز، واعتقد مش عارف صدروا له جواز، وكان قاعد. يعني كلام هذا لا فوق من 5 شهور مفروض مفتوح مبنى جوازات. ليش فتحوه توا؟ ليش توا انفتح؟ باش تثبت جدرك؟ يا ودي انت ثبتت بضحكتك اللي درتها على سالم عتيقة، درت له وحده بايسكت بول، لان راي كرة السلة اخطر في اللياقة البدنية وفي الخطط اللعب اقوى من كرة القدم. درت لعبة سالم عتيقة وبددوا لك مرة ثانية وقعدت، وتوا جيتني
بفتحة الجوازات وحقينا كل الأحباب والأصحاب باش نعرفوا انها تورغة مقسومة. ناس دروها يقول لك نبي بلدية وهو مصبي مع جل الناس ويبي فرع بلدي ومقسومين ومعاش عرفنا صاحبنا من عدونا. بصراحة هذه مشكلتنا نحن اللي عايشينها، ان مبنى الجوازات غطى عليه عيوب واجد. يا اخي قبلها بيوم ما شباب الخير عياد عبد الجليل وابراهيم هيركا تمام مصورين لكم الوطنية شن صاير فيها. تمية المجاري عارفة مغرقة الوطنية كلها، ما في سيارة شفط لا إله إلا الله. المجاري مياه المجاري مش أنا نحكي، الصورة أبلغ من الخيال، أبلغ الصورة على عينكم شفتوها. لا كهرباء حيشان مكسرة. يعني أنا شو نبي فيه مبنى جوازات؟ أنت فاتح لي مبنى جوازات، يا ريتك صيانة الوطنية ولا صيانة علاب ولا صيانة السوق القديم لا إله إلا الله. يعني حتى خدمة السواق الفترة اللي فاتت اللي فيها حمدي قريرة ليها مبحث ثاني، وهي النقطة الثانية حنحكي فيها ليش. لكن جايني وجايب لي جماعة، ولهذا والله العظيم كافوردي وكافوردية اللي معاك ما يزعلش مني حتى. ضايعين في ناس كافوردية لا يعرف الله إلا رسول الله. بصراحة ناس تستغل في الموقف. الفترة الجاية كأن عبد الرحمن حس بشوي خطر بسيط سكي ان في امل انها تورغة تتحرك شوية. جاء فتح لكم مبنى جوازات وشفتوا جميع اللحمات، ما نبيش نسمي كل اللحمات كلها نشقرة وكلها نشكم، شفتوهم وصوروا جو داخلية ومش عارف شنو قمعز وخيمة وبيان وروحت تورغة. ما تدورش في مبنى جوازات. بمعنى مبنى جوازات هذا شيء عادي. اي مرفق حكومي مفروض من يوم ما مسكت من يوم ما رد التورغة بالميثاق اللي درته الفاسد، راهو هذين الاشياء الخدميه في البلاد مفروض مفتوحات ليه سنين. شن درت هو انت؟ مبنى جوازات، بنك، فتحت مصرف على سبيل المثال، شن درت فيها تورغة؟ خاطي هذيك الجزيره اللي في العين والطريق تحسبوها ليكم انتو، ما هيش ليكم. نجو للنقطه الثانيه وما زال حنحكي لك. انا نتطرق عليه للخبايا اللي دايرن عبد الرحمن الشكشاك والزمر اللي معاه. وبصراحه حتى المهندس عبد المولى عضومه اليوم بصراحه يعني خلونا واقعيين. شفتوا الخبر اللي قالوا ان مش قالوا كتباتها وزاره التعمير الاسكان والتعمير ان حيعطوا 90 مليون للمباني المتضرره في زليته. انت هيك يا مهندس عبد المولى عضومه كانه ضغط عليك عبد الرحمن تعال هنا نبيك هذا وقتك، صبي معاي هذه ندير لك علامه استفهام من 600 مليون اللي اكثر من مره حكينا عليه. وانت يا مهندس عبد المولى عضومه لما سيبت البلديه ومسكت وكيل وزاره لان عبد الحميد الدبيبه جارك، يعني بعتها لك بمعنى. واليوم نحق فيك والله جاي زيارة للتعليم. انت وكيل وزارة، انت ما يتبعكش التعليم. انت مفروض مشيت للمباني المتضررة، مشيت شفت الناس 27 حالة من الأمراض السرطانية، شفت معالم المدينة، تخاطبت مع الناس، حكيت معاهم، عطيت وعود كذابة. بمعنى مش ماشي مبنى التعليم ومقمعز وفرحانين بيك، ما نبيكش انا كيف قلتك بصراحة. ونجو نقطة أخرى، أرجوكم إذا تبوا تورغة ترجع حقيقة أول خطوة ضروري تبدو فيها، وهذه راهي لا بد منها. مرعي رحيل يرحل، مرعي رحيل وقعوا عليه يطلع. أول شخص بصمتوا له وختمتوا عليه مرعي رحيل، ما شفتوا منه شيء. طلعوا لي أي فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي إن مرعي رحيل حكي عليه تورغة، فكوني إنها لحمة محارزة ولا تورغة واحدة. نبوا منكم شيء واحد أرجوكم، رجاء خاص. عضو المجلس الأعلى أو المؤتمر الوطني السابق مرعي رحيل حودوا لنا، قاعد لي في مصر يسألوا عليه، ماهوش بايعها البلاد.
أضعف الإيمان في ناس أخرى في المؤتمر الوطني تقول في كلمتها وتكالى أول أمس هو ما وافقش على الميزانية، سكر راسه يعتبر استشاري. ولهذا يا تورغة يا هلنا يا أحبابنا من الطارة للطارة، قالوا العرب الأولى، مرعي رحيل يرحل. بعدها شهرين ما تحسنش، جاء واحد تورغي قعد يقارع في المجلس النواب علي تورغة باهي وجاب الله ما تحركش يرحل. عبد المولى عظومة ما تحركش، ما دواش، ما قالش أي بيان، ما طلعش، ما قالش أي كلمة علي معاناة هذه تورغة يرحل. ورئيس المجلس المحلي يرحل. بصراحة ما تديروها لي يا راكب لما تبوا تحسبوا كيف مقسومة تورغة. مرعي رحيل محسوب عليه أحمد المحارزة، عبد المولى عظومة محسوب على القواضي، وعبد الرحمن شكشاك محسوب على المحارزة، وجاب الله شيباني محسوب على السلاطة. هكيرة انتوا اللي قاسمين تورغة، مش هالها. العيب مش فيكم انتوا، العيب في هلنا بصراحة. العيب انكم تغطوا وتستروا. في ناس مستفيدة واجد، لكن يا أخي يستفيد واحد واثنين ومية واكلينه؟ لا يا أخي، أرجوك رجاء خاص، أرجوك نزعل منك. يوم اللي تلاقى معك ما تمدليش يدك وتوري لي سنونك ودير روحك شنو حالك. نفاق مجاملة معاش يمشي. نبو أسوة بباقي المدن، ما دخلنيش بيك يا صاحبي. دير حل، صبوا، ديروا ورقة، ديروا أي لقطة. مرعي رحيل هذا بنخدم عليه وضروري تخدموا عليه كلكم. أما تصفية الحسابات تطلع لي في بيان وتورغة روحت، وانتوا تصفية حسابات من كانوا حاكمين 7 قعدوا 4، لا يا صاحبي ما دخلنيش بيك. ضحك عليك الشكشاك، انت ضحكت على الشكشاك ما دخلنيش بيك. ضحك عليك جاب الله ولا غير ما دخلنيش بيك. احنا همنا عامة الناس. المدينة متضررة، المدينة راهي في حالة يرثى لها. نجونا للنقطة الثانية. النقطة الثانية تقول كلكم وكلنا، وانا واحد من الناس امس نزلت على الجمعية الليبية للطيور اللي هي منظمة LSP، منظمة غير حكومية وغير مربحة. كيف غير حكومية غير مربحة؟ معلش يعني، هالوفد اللي يام الجاي تورغة أكل منه على أساس إنهم طلبة باي، هالموظفين اللي معاهم ما ياخدوش مرتبات، خدمة لله؟ لا، العقرب راهي تعطي بلاش، ما يكذبش عليكم حد. ما فيش منظمة في ليبيا إلا ما تاخذ في فلوس، وقلتها أكثر مرة. وما فيش منظمة في ليبيا إلا ما تستنزف في مال الدولة. وما فيش منظمة في ليبيا قسما بالله اللي يعطوا فيهم أيديولوجيات، وهذا اللي هاتك ليبيا. كان كتبوا أمن قومي، هذوما هم اللي هاتكين أمن ليبيا، استخبارات جلهم. بصراحة أنت مستفيد رئيس منظمة، غيرك ماهوش مستفيد، وأنت مستفيد جايب عدو لي أنا نعتبره. ليش؟ لأنه منظمة غير مربحة. كيف منظمة غير مربحة؟ حنقول لكم شن صار، وهذه بمعنى يعني نقولها. أمس لما نزلت قوانين 138 والقانون 123 مقصودة. ليش؟ لأن في قوانين جديدة عن المنطقة الحرة، وما دام تورغة ماهيش بلدية تعتبر كأنها فرع بلدي، يقدر يطبق عليه قانون المنطقة الحرة. لما تباهت في جزيرة خادمين جزيرة تورغة قطران والطريق هذيك بس، والفترة اللي فاتت نظفوا السواقي، اعرف أن يجيبوا فيه مستثمر، واعرف كيف ما قلت أكثر من مرة يسكروا لك ال4 شوارع وقمعز انت في هذاك البر، فلحط فيه وعيط. ولهذا كانت في مراسلة بيني وبينهم، ولو مش مصدقين عادي بعد الفيديو تنزل لكم نص من المراسلة بالصوت يعني مصور. يعني المراسلة بصراحة السلام عليكم حياكم الله، رد علي طول وعليكم السلام. قلت له لدي استفسار عن عين تاورغة، ما هو المخطط لها في المستقبل؟ هل هي معلم طبيعي أو استثمار؟ ويرد علي يقول لي للأمانة نحن نأمل أن يتم إدراجها ضمن مشاريع الدولة التنموية، ولكن حاليا أعمال صيانة وطرق، يعني مازال يخدموا في طريق تاورغة فقط. أما بيئيا فلا يوجد مخطط ونحن نسعى لذلك. يعني استثمار.
ما دام استثمار. الروس الكبار اللي يدير روحهم مسيطرين على تورغة، واللي يدير روحهم قلبهم على تورغة، عارفين ان تورغة ما يبغاش ترد بلدية وتقعد فرع بلدي بيش يطبق عليك بالقانون. ليبيا ماشية بالقانون، دزت لك امامس قانون، في قانون 138 هذاك كان ملغي القانون، لكن 123 بتاع المنطقة الحرة يسروع على تورغة. إذا حصلوا مستثمر حقيقي قسما بالله العلي العظيم الجزيرة الخضراء والله العظيم تتسكر، ويديروا لها طريق من جهة البحر وتتسكر بصور باي، كيف ما الاستراحات اللي على يدكم اليمين ايام كان دايرها نهاية القدافي، وتتسكر ودور انت قامعز في هذاك البر. لا حول ولا قوة الا بالله. الارض تريح منا يا هو. راهو في ناس شرفاء من جو مصراتها. امس اتصال من شخص تورغي عزيز شريف، والله حلف لي قال لي شرفاء مصراتها، في ناس من اهالي مصراتها يقولوا لهم يا تورغة راهي ارضكم بتريح، يقولوا فيها ناس من مصراتها تورغة راهي ارضكم بتريح، وانتو تصارعوا على فلوس. الشكشاك مشى من تونس عدى للجزائر داير خوطه هو وضابط، و30 مليون عطوه اللي يطلع لهم الفلوس. قديش المبلغ هذاك اللي طلعتوه من الجزائر؟ مليار، 100 مليون، 500 مليون. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. أما بصراحة وزير الإسكان والتعمير، حبا في الله ورسول الله، أرجوك رجاء خاص، أنا ما نبي صورتك أنك تجيني يعني ضيف شرف، لا لا لا. انت مقمعز لي اليوم مع وزير الاسكان المصري وتحكي على زليته تباهي ومدينتك، ولا روحك بتديرها مفاجأة. ما تجيش مفاجأة، صرح. الناس تعبت، الناس شرقت بصراحة، يعني نقولها لك ولا كيف؟ لا تلاقينا ما زليتن ياخذوا 90 مليون باهي. وعلي فكرة والله زليتن قسما بالله والله العظيم فوجة بيبسي داروا لهم، ما دام مازال ما وقعوش على الميزانيه، راهو حتى مصراتها زليت ندير لها تصبير لين الراجل التفويض. ما دام ما جاكش التفويض كيف؟ ما تضحكوش. راهو مثلا على سبيل المثال توا لما وافقوا على الميزانيه، صديق الكبير لما كان غادي الفتره اللي فاتت، خلوني واقع معك، عزق 4 مليار للقياده، راه ما يكذبش عليك محدره باش يمسك منصبه يقعد في منصبه. وارينكو دزيت لكم اليوم، شفتوا ارينكو ومصدر ارينكو من وين؟ ومن 2008 اللعبه صايره، ومن اللي ماسك البلاد ومن اللي قاسم البلاد وياكلوا في قصعه واحده، وما راحوا فيها الا رقاد الرياح في اي حرب من الحروبات عدت. خير شباب ليبيا عدوا كلهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. أما نجون للنقطة الرابعة، الخبير الإيطالي، معليش أو الفني أو التقني، كان فيك مهندس زي ليبيا. هذا الشيء اللي نعانوا منه نحن. معقول 11 يوم وكابل مقطوع، جاكم خبير إيطالي وصل، عبد الله خيط ضي سبا وخيط عادي وصلوه، لكن هو كابلك تمشي الأجدر إن الفلوس ريحات. كان من كل منطقة أو كل عشيرة خذوا 3 ولا 4 وشالوهم دورات لتعليم الأمور في الانقطاع الكهرباء والماس و إلى آخره. لا، جيب خبير إيطالي عليك كل توصيلة مليون، رزقا تبدد زاد. ونقول لكم شيء راهو، ونقولها للشعب الليبي عامة وليس خاصة. أولا، أنا زعلان من أشياء نحق فيهن أن لن نتطور في المستقبل ما دام نقولوا في مدينتنا الحبيبة بنغازي، وحتى في مدن ليبيا كلها، لما يقول لك مجلس قبائل لحضور والأشراف والبدو. باي انتوا هيك خالفتوا سنة الله ورسول الله. يعني امس نزلنا لكم فيديو لدكتور عبد الله العرفي، يعني حتى سيدنا عمر لما قال غزو ليبيا بمعنى وحودوها من البيزنط، قال الأرض هذه أرض فناء، يعني الأرض ليست ملكا لأحد على سبيل المثال، ما فيش استعباد. ما تقوليش أنا
جدي وملك جدي وبتاع جدي وملك ملك وملك وملك. أنا في مرة جاني واحد يركب لي في مكيف، قال لي تعال بعد بكرة عازمك في بحر عيد جدي، حتى بحر ربي لا إله إلا الله درتوه بحر عيد جدي. ولهذا نقول لكم شيء لقصة هلنا في ليبيا بصفة عامة. أرى الشعب الليبي كله بدوي، ولما تقول بدوي وتفرح بيها أنت كأنك إنسان بدائي. ممكن حتى العادات والتقاليد قاعدة يريحن، لكن كلمة بدوي شنو البدوي؟ تطور. أنت لما تقول أنا بدوي كأنك عارف تقول أنا إنسان بدائي، أنا إنسان بدائي. كلها بدوي يا صاحبي، لا في حضور ولا في صح في أشراف نقولوا في، لكن ليبيا للجميع. أنت لما تقسم المكون هذا، هذه تلقى معيزة في المرابيع وكل واحد يبي حصته وما في حد مقتنع بحدته، وأشياء واجد نحق فيهن. ولهذا العادات والتقاليد هذين نعتبرهن الأشياء هذين في المجالس، يعني مجلس الحضور وغيره، كانوا قاعدين في عصر الجاهلية. لا البدوي بيعترفوا يقتنعوا بالحضور ولا يبي يقتنعوا بالأشراف. يعني يجوا لمعنى أنك أنت لا مؤمن بالله ولا رسول الله ولا سنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما دام أنت مانكش مقتنع بيه. وكل قرعة دايرة مكان تك تك. يعني لما تقول مجلس حضور باهي البدو مثلا، اجي مقسمين العواقير والجواز بروحهم والمسامير والعرفة ومش عارف شنو باهي، وتجي الحضور اللي مسمينه محضور مصراتة تورغة مش عارف من أي واحد غرباوي على سبيل المثال، ولا شرف نفس القصة. تعيب كل نفس ضيقة الموت. راه نقول لك في كلام ممكن أول مرة تسمع من واحد. أرى لما تقول بدو، كلنا بدو، كلنا أتينا من بادية. لكن لما تقول فيها ديما أنا بدوي، أنت إنسان بدائي ما دام لم تتطور لا في التغيير ولا في العقلية، ولم تتطور مدينتك. بمعنى سواء في حكينا في شركة الكهرباء أو في قطاع الصرف الصحي. الفترة اللي فاتت شفت فيديو، واليوم في واحد عزق لي دوسك القوارشة، منطقة القوارشة فرع بلدي من بنغازي، فرع بلدي. باتوا في مساحة القوارشة وباتوا في مساحة تورغة أكبر من مصراتها وبدروها فرع بلدي. فيديو قديم الفترة اللي فاتت شفته في قطاع الصرف الصحي، والله العظيم يدمي له قلب. جايبين عمال يقطع في جعبه بمنشار. تو وين ماشي انت؟ تو المعدات؟ تو والله العظيم غير متحشمين. دائما نقول فيه لمحافظة على الأمن والسلامة وعلى الإنسان. الناس ما عادش قاعدة تلحم في الحديد البايب بماكينة اللحام عادية. تجيب ماكينة كبيرة طويلة عريضة يحرك فيها بالكمبيوتر وإنسان آلي بمعنى، وهو اللي يلحم في البايب محافظة على عيونه وصحته، ولا قدر الله يصير ماس ولا كذا. ونحن مازال بمنشار. خيمة ربي كيف الناس مفروض في قصة الكهرباء تجيب خيمة جاهزة، جايبتها شركة كهرباء مكيفة كذا، جايبين لي دايرين لي خيمة تقول عندك عزاء، تقول لي روحت. وين روحت؟ ما روحتش، وخرت لا ورواجد يا صاحبي. لا حول ولا قوة إلا بالله. نجو لحاجتين أخرى قبل ما نختم. نصيحة لكل إنسان متجوز وداير عويلة وشارق لهن، والله حاس بيكم كلكم. أتمنى من بنات حنا بصفة عامة لما يجي راجلك الله غالب ما فيش استقبليه بكل ضحك ولعب، راهو شارق. ولما تعرفيه شارق راهو يدور على قرش الحلال. السراق واللحاس داير سواقة وهم اللي يجيبوا له برزق حرام، ورزق انت بدت زاد. ولهذا نصيحة لكل الأخوات، راعوا رجالكن في الحياة اللي عايشينها توا. أقبلي بالقليل يأتيك الكثير وفي ميزان حسناتك، لأن قعدنا طالعة موضة جديدة وهنحكي عليها. ونصيحة لي، كان في نقابة فنانين في بنغازي ولا في ليبيا، في عمل غنائي الفترة الجاية بنزله الصعلوك أنا مسميه، رافع العكوكي. عنوان الأغنية
يا واكل ورث خوالي ولا مش عارف شنو. راي هذا اللي أعطيه الكلمات هذين بصراحة نقول لكم قسما بالله يؤدي إلى فتنة. شنو هي الفتنة؟ الفتنة مش إن مثلا نعطي مثال إن مثلا نقول أنا خوالي كلو حقي، لا لا لا، يضرب في قصة، ودائما نقول فيها يضرب في قصة يا واكل حق خوالي، يعني يضرب في الجوازي على المصاريت. لأن الجوازي راهو لما صار منهم وحاربوهم، ولد أحمد باشا كان واخد يعني ولده خداه جازوية، يعني يعتبروا خوالهم. بمعنى يعني خلوني نجيب لكم واقعيين، يعني في ناس شرفاء من مصراتها سواء قريتلي ولا كرغلي و الى اخره، في الاصل تركي وكلنا احنا خير وبركه. هذه فتنه، راي الاغنيه هذه راي مفتعله، لان اللي صاير توا تغيرت بنغازي وتغير النسيج الاجتماعي في ليبيا كله. غير يموت عمود الدار نبي رزقي نبي حقي، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مش هذه بنغازي اللي نعرفوها ومش هذه ليبيا اللي نعرفوها. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة ونسأل الله العفو والعافية. ونعاود مرة تانية ونكرر قبل ما ننهي، أرجوكم يا هلنا في تورغة، عندي ليكم سؤال وبالله عليكم جاوبوني عليه بكل صراحة. والله ما نسأل، الله والله ما نسأل. في تجريدتكم اللي صارت مسكوكم مصراته موقعينكم على حاجة، قولوا لنا ياهو نصبوا معاكم، الحق ما زال معانا. خوفا على أرواحكم وقعتوا عليه شيء. في عزوز قالت لي راه باعوها، وقلت لها سامحوني في كلمة، قلت لها باعوا زلاختك، لأن الشيء اللي نحق فيه شيء خطير جدا جدا. كان هالناس عارفة وساكتة، وامس قلت الواحد قال لي سكت، قال لي شيء خطير كان ينباعت. قولوا لنا ياهو، أنا ما نقول تورغة كلها انباعت، لكن البلاد القديمة أنا راه همي في الجزيرة الخضراء، ربع حياتي بمعنى عشت في الجزيرة الخضراء. يا بال أنتوا اللي عشتوا في تورغة وكلكم كنتوا في البلاد، نسيتوا عشان جدودكم، نسيتوا السواقي، نسيتوا صوت الإمام، فالحين غير في الطام صورة البحر. تمنى انكم يوم أسبوع ولا 5 أيام حشانكم ياهو، إرثكم تاريخكم ما يكذبش عليكم حد. في أخطاء تاريخية قديمة صارت، في ناس زورت مخطوطات وفي ناس زورت حجج وعارفينهم بالواحد راه، قسما بذات الله. ولو الشيء مفتعل كتاريخيا، والله اللي يبي يدير تورغة منطقة حرة. عندي فيديوهات الفترة القادمة بنقول دوز قبل ما نسكر، والله نرد لكم لقصر بوبطانة ونقول لكم من هو بوبطانة وشن صار في بوبطانة، ونجيب لكم هالبوبطانة وتنفضحوا قدام عائلة بوبطانة وتشوفوا من هو هالتورغة الحقيقيين ومن هو بوبطانة وشن صار في قصة بوبطانة. وكانوا يحفروا في جهة قصر بوبطانة، وقصة خرافات واجدة صايرة في قصة قصر بوبطانة. أرجوكم رجاء خاص، مازال نبو الخير ومازال ساكتين، لكن كترتوا عليه موثوقة. كل يوم نقولوا صلاح صلاح خير، ما نحقوش في خير، نحقوا في لعب ونحقوا في ناس سواء لينا ولا مش لينا، سواء متعلم ولا مش متعلم. هذا دورك يا أخي، عندك 3 خطوات ضروري تديرون. أنا ما نفرض عليك، أنا نقترح عليك لأني نحبك في الله والله العظيم، وماني مستحق الوالي، وعارفين الناس الدوال. مرعي رحيل يتعود نهائيا، ما عادش تحكي لي عليه بكل يشطب، يجي غيره، اللي بيجي يجي مرحبتين بيه، قدم لي شيء تورغة. انت استشاري يا اخي، تقدر، كلمة استشاري تقدر تضغط على النواب وتجيب حقها لك. النائب تنفيذي يا قرارات، السلطات المحلية ضروري تغير، ما تبوش تصلحوا من حالكم. آخر سؤال لي، كان يتورغة مباعات وباعوها هلنا، أنا هلي وعشيرتي هلي ولحمتي ما باعوش بصراحة، ونقولها وأنا رافع راسي. بعتوا ما دخلنيش بيكم، ما تقولوش راو
دائما نوصل لمرحلة يأس. بالعكس، كل ما نحق أسوأ كل ما ربي عاطيني عزيمة، وندعي والله إنه يصبرني ونحكي كلمة الحق والمتغطي بها عريان. نجولي آخر موضوع، الهرج والمرج اللي صاير في بنغازي، وكل يوم نسمع عليه ميت من الأمن الداخلي. والشيخ رضوان، والله الشيخ رضوان نعرفوه، نعرف التوام. أنا رضوان وراضي، وكان فنان ومع إبراهيم الصافي يعلم فيه محميدة درنا، وصاحب صاحبنا، وتحكي على عبد الحميد الرعيض. يا ودي ما في خير فم الخير. الميزة اللي بين الأمن الداخلي توا واللي الآن، الأمن الداخلي اللي توا ما كانش يقتل، لكن كان يشلط شنو يقولوا له، هو جعب البي بي ار تشليط، اقسم بالله تمحيط. ليه كان نقص الفترة هذيك، نقص جعب البي بي ار تلقوه في الأمن الداخلي. توا شكله نقص، اقطم له راسه وقول مات من طاح من روشن. يا جماعة ما تجيش، ربي حرم الموت وانك تقتل نفس كل يومين. يعني الديسك المخدشة نحقوا فيها يوميا. طاح من الروشن بيهرب، طاح من الروشن بيهرب. نعرفوه مبنى الامن الداخلي، لا اله الا الله. ما هو قاعد الامن الداخلي بين الهلال الاحمر وبين مستشفى العين، كانوا تخدم اياه من يوم شبابيك مسكرات. كيف طاح راه تأدوا في فتنة، راه كان كل يوم ميت واحد. الانتقاد مطلوب والإصلاح مطلوب، وما ناش غلطين في حد. اخدم الوطن وقدم صح، نرفعوا لك قبعة. نحق فساد والله نحكي، ما عندي مشكلة. نسأل الله العفو والعافية. نحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديما طيبين.